خلاص سلني انت تفضل. وانا اقول كما قال سيدي ومولاي امير المؤمنين عمر بن الخطاب: سلوني قبل ان تفقدوني. فتفضل سلني. مش قال ذلك؟ من هو الذي قال سلوني قبل ان تفقدوني؟ من هو الذي قال؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. في اي كتاب قال هذا الامر؟ في نهج البلاء. من الذي قال ذلك يا شيخ؟ من هو الذي قال هذه المقولة: سلوني قبل أن تفقدوني؟ التبس علي الأمر، عذرا. لا 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 لا، هذه المقولة للإمام علي بن أبي طالب. الله أكبر. والجلدة الثالثة إذا قال علي بن أبي طالب: سلوني قبل أن تفقدوني، فأين الإمام الثاني اللي هو الإمام الحسن اللي هو عنده خزينة كل علم علي بن أبي طالب؟ فحينما يقول الإمام: قبل أن تفقدوني، إذن يوجد علم عند أمير المؤمنين لا يوجد عند الإمام الحسن، وبذلك يكون علم علي بن أبي طالب في أشياء ممكن يخبرها للناس لا توجد عند الإمام الحسن. فهذه المقولة تنقض العصمة والإمامة يا شيخ. كفاية جد.